ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. قبل ما نبدا الفيديو متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. النهارده بقى هنشوف مطعم اسمه يابا لسه فاتح في التجمع، فهنشوف بقى الفيديو معانا هيقول ايه، ويلا بينا نبدا. اشتهر بالسندوتشات اللي هي المشاوي، فهنشوف بقى المطاعم. من ضمن المطاعم دي محل اسمه يابا، فهنشوف بقى المحل ده هيقدم لنا ايه النهارده، ويلا نشوف اول حاجه معانا. قول يا دوحه. المحل اللي عندهم بيقدم لك كذا حاجه مختلفه. اول حاجه طبعا المشويات، من طرب او كفته او حواوشي، كل الحاجات دي. وعندهم بقى العصاير، عصاير مختلفه، عندك الرايب وعندك كذا عصير. فبصراحه يعني مختلفه جدا وتجربه جديده، والاسم كمان جديد. فهنشوف بقى النهارده يابا هيقدم لنا حاجه مختلفه وطعم مختلف ولا لا. فهنشوف اول حاجه معانا، ويلا بينا نبدا باول حاجه. هنبدا بقى باول حاجه معانا. انا كلها طبعا سندوتشات، وعندهم في سندوتشات وفي عروض اللي هي البوكسات، فانا جبت كله سندوتشات. هنشوف بقى اول حاجه معانا الباكج بتاعهم زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه معانا وهو السندوتش الكفته، وده سعره 54 جنيه. فهنشوف بقى ايه السندوتش، وبيحط لك صباع بس مليان، مش صباع اللي هو رفيع او كده. وبقى السلطه والطحينه بتاعتهم. فهنشوف بقى الطعم الكفته نفسها والتتبيله بتاعتهم. والسندوتش انا شايف ان هو غالي شويه بالنسبه برضو لحاجات تانية. فهنشوف بقى فعلا الغالي ده الكواليتي بتاعته كويسه ولا لا. يلا نشوف، بسم الله. بصراحه الطعم حلو قوي، والكفته نفسها التتبيله بتاعتها مش وحشه، بس في احسن من كده. مش الواو اللي انا اكلتها، في مطاعم تانية احلى منها. اوفر اول الطعم مش وحش، الطعم حلو. وكمان السندوتش الحجم بتاعه برضو مش اللي هو كبير قوي يعني، بس شغال. نشوف بقى تاني حاجة معانا، ويلا بينا. بس تاني حاجة بقى معانا وهو السندوتش الشيش طاووق، وشكله زي ما انتم شايفين كده، والسعر بتاعه 64 جنيه. هنشوف بقى الطعم بتاعه زي ما احنا شايفين كده، بيحط لك خيار وتوميه وبقدونس. ونشوف بقى الطعم بتاعهم كده في الشيش طاووق، بسم الله. لا بصراحه ده طعمه عاجبني عن الكفته، ده التتبيله بتاعتهم مختلفه هنا في الفراخ، فبصراحه عاجبني عن التاني. لان الكفته كان في اماكن تانية انا دقت فيها الكفته كانت احلى من كده، انما هنا التتبيله مختلفه بتاعت الشيش طاووق. وبصراحه برضو يعني سعرها شغاله. مش هقول برضو ان السعر عندهم رخيص، انما برضو بالنسبه للاسعار اللي احنا فيها الايام دي، فانا شايف برضو ان السعر مش وحش. التتبيله بتاعتهم حلوه جدا، وكلهم نفس الحجم بتاع الساندوتش. شوف بقى تالت حاجه معانا، يلا بينا. تالت حاجه بقى معانا وهو رغيف الحواوشي. والرغيف بيجي زي ما انتم شايفين كده مقطع نصين، والسعر بتاعه 76 جنيه. فهنشوف بقى اللحمه بتاعه الحواوشي والتتبيله بتاعتهم مختلفه عن الباقي ولا لا. والرغيف انا شايفه مش وحش، والحجم بتاعه حلو جدا. فالشيش طاووق انت شايف ان السعر بتاعه 64 بس نص واحد، انما ده نصين الحواوشي واللحمه وب 76 جنيه، فده سعره بصراحه كويس. نشوف بقى الطعم بتاعه معانا، بسم الله. لا بصراحة الطعم بتاعه حلو مش وحش، بس يعني هو برضه حاطط فيه بصل كتير، مش بيور لحمة قوي، بس مش وحش، شغال. فأنا شايف إن هو مناسب برضه، مش أحلى حاجة، وفي نفس الوقت طعمه حلو. انتوا فاهميني، اللي هو مش واو يعني، اديله مثلا 7 من 10. اوفر اول بصراحة برضه التتبيلة بتاعته حلوة، بس شغاله. كمان جاي لك سخن بصراحه، يعني طالع من النار على طول عليك. شوف بقى جاي لك معاه ايه، ميه سلطه كده. شوف بقى ميه السلطه سبايسي طبعا. طعمها جامد كده مع ميه السلطه، مديها طعم تاني. شوف بقى رابع واخر حاجه معانا
ويلا بينا. شوف بقى اخر حاجه معانا وهو السجق، والسجق بتاعه بكام يا محمد؟ وسعر السجق عنده ب 52 جنيه. فهنشوف بقى طعم السجق، وحاطط لك فيه ايه بقى، سبايسي، التوميه بس سبايسي، وكمان بقى البقدونس وليمون المعصفر. هنشوف بقى الطعم بتاعه كده، بسم الله. لا طعمه بصراحه حلو، وكمان حته الليمون المعصفر مع السجق دي حته جديده، فحلوه بصراحه. الميكس بتاعها حلو، مديها طعم حلو جدا. بس انا بصراحه عجبني اكتر الشيش طاووق بتاعه. انت لو هتقول لي بقى رتبهم كده، وايه احلى حاجه عنده وايه اوحش حاجه عنده، هجيبهم لك بالترتيب كده. احسن حاجه عنده في التتبيله بصراحه الشيش طاووق، وبعدها الحواوشي، وتالت حاجه الكفته، واخر حاجه السجق. كترتيب كده دول اكتر حاجه عجبوني في اقل حاجه. برضه ان هو اقل حاجه ده ممكن يكون احلى حاجه، ده رايي انا. ممكن حد تاني يبقى عنده راي غير اللي انا دقته ده. انا بالنسبه لي السجق حاسس ان هو ناشف سيكه، فبس حته الليمون المعصفر مع السجق دي فكره حلوه. ممكن يكون ناس تانية مش بتحب الليمون في الساندوتش، كانت ممكن ما تبقاش حاجه اجباري مثلا، لان ممكن حد ما ياكلوش بسبب اللي هو جواه ليمون. بس فالمطعم بصراحه اوفر اول عنده حاجات تانية حلوه كتير، عنده طرب وعنده كباب وعنده حاجات تانية. بس المطعم كاجمالي كتجربه حلوه مش وحشه. هنشوف بقى اخر حاجه معانا العصير. وهو قسم العصير. العصير زي ما هو بيجي لك كده في الكيس زي بتاعت زمان كده، عصير القصب بقى والحاجات دي. انا جايب النهارده من عندهم ليمون رايب بليمون. الرايب بليمون ده 49 جنيه، وعندهم كذا عصير، عصير قصب، عنده بقى ايه، مانجا نعناع وفراوله نعناع وكذا حاجه بالنعناع. فهنشوف بقى الرايب نعناع، عشان احنا ايه، عارفين اللي احنا احسن من عارفين بقى اللي احنا اسمها ايه، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. فهنشوف بقى ايه، حتى العصير هيتروق علينا ولا لا. فهروق عليك اهو، بسم الله. العصير عنده جامد، بحسبه غالي على الفاضي، لا بصراحه جامد والله، حلو قوي. رايب بالنعناع ده عاجبني، وفكره الكيس دي فكره جديده. بما ان بقى ايه، عصير القصب من زمان بيتعمل في كيس، عنده العصير القصب برضو ب 30 جنيه. العصاير عنده شكلها حلو. بس ففكره المحل فكره كويسه جدا، مش ماركتنج وخلاص. بصراحه يعني المطعم كويس جدا كمنتجات وكواليتي. المنتج نفسه بيقدم منتج كويس ومش وحش. في حاجات شغاله بس مش احسن حاجه، وفي حاجات طعمها حلو. كمطعم هل ينافس مع نفس الحاجه اللي بيقدموها مطاعم تانية؟ ينافس فعلا، ينافس مع نفس المطاعم اللي بتقدم نفس الحاجه. بس وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. وقول يا دوحه.